مستوى تفجير التوقعات اللي عمله نادي الارسنال الموسم اللي فات كمل على نفس الريتم في موسم الانتهاءات الحالي، وعلى عكس سياسه النادي التقشفيه في المواسم السابقه، نزل اداره الارسنال الانجليزي موسم الانتقالات الصيفي تحت شعار اللي ضيع يا عم الحاج. يظهر ان ارتيتا بعد الشغل الجامد اللي عمله اخر موسمين اجبر اداره الارسنال على ان هي تفك الكيس وتخلي عندها دم وتصرف شويه. بدأ أهدافه الصيفية بأن هو أول شيء يأمن الفريق، جدد كل عقود نجوم الفريق وعلى رأسهم بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وصليبا وجابرييل والحارس رامز ديل ونيلسون، وفي الطريق تجديد العقد للقائد مارتن أوديجارد. بعد كده بدأ أول صفقاته بكاي هافرتز لاعب تشيلسي ب 65 مليون يورو زائد 5 إضافات. اللاعب الأخير هيرجع يلعب في المركز اللي هو بيحبه، مركز وسط المهاجم، المركز اللي انفجر فيه مع نادي باير ليفركوزن قبل ما يوصل لتشيلسي، علشان يشكل ثنائية نارية في وسط ملعب نادي الأرسنال، عشان بعد كده يدخل في خناقة كبيرة مع نادي مانشستر سيتي على لاعب ويست هام الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي ديكلان رايس. اللاعب اللي قدر يقنعه عطيته بمشروع النادي وان هو ينضم له في نادي ارسنال الانجليزي في صفقه ضربت الرقم القياسي لاغلى لاعب بريطاني المسجل باسم جاريث بيل في انتقاله ريال مدريد، وعلشان يكون اغلى لاعب في تاريخ الارسنال في صفقه ب 100 مليون استرليني زائد 5 اضافات. اللاعب هيقدر ينقل خط وسط الارسنال نقله نوعيه، لاعب مكنه، مجهود عالي، قاطع كرات ممتاز، تمريرات طوليه عاليه ممتازه وتمريرات قصيره ممتازه، لاعب هيديك ديناميكيه حركيه في نص الملعب ومجهود عالي علشان يكون اضافه مع جورجينيو وتوماس بارتي ومحمد النني في نص ملعب الارسنال. بعد كده دخل في خناقه ثانيه، والظاهر ان موسم ارسنال مفيش صفقه بتخلص من غير خناقه. دخل في خناقه مع مانشستر يونايتد وإيريك تين هاج علشان يضم لاعب اياكس امستردام الهولندي المدافع تيمبر، وقدر يقنع ارتيتا برضه بمشروعه ويضمه في صفقه هتبلغ قيمتها 40 مليون زائد 5 اضافات. لاعب بيقدر يبني اللعب ويلعب تحت الضغط والخروج بالكوره الممتاز علشان يكون اضافه لبين وايت وصليبا وجابرييل في خط الدفاع. ايه رايك في سكواد الارسنال دلوقتي؟ هقول ان هو سكواد بقى جامد جدا، بس ناقصه حاجه واحده بس، مهاجم قناص يقدر يسجل اكتر من 30 هدف، خصوصا ان احنا شايفين ان كل الانديه اللي حققت الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا كان عندهم مهاجم يقدر يسجل اكتر من 30 هدف، خصوصا مع تذبذب مستوى جابرييل جيسوس وقله خبره نيكيتيا. بس بالمستوى الحالي وباللعيبه اللي تحت منهم يقدروا يحققوا الدوري الانجليزي، بس ما يقدروش يحققوا دوري ابطال اوروبا. اعتقد ان هو صعب ولسه بعيد عنهم. ممكن يحققوا الدوري الانجليزي ممكن، وده هنشوفه في الايام اللي جايه. هل اداره الارسنال هتبص وتجيب مهاجم قوي في الايام اللي جايه ولا ايه يطير على ليفربول؟ بعد موسم سيء ومحبط جدا لجماهير ليفربول، بدا المدرب يورجن كلوب في محاوله ضخ دماء جديده في الفريق، وابتداها بتدعيم خط وسط الملعب باللاعب أليكسيس ماك أليستر بطل كاس العالم مع منتخب الارجنتين من نادي برايتون الانجليزي بمبلغ 60 مليون يورو علشان يكون دعم لوسط الملعب اللي كان ضايع الموسم اللي فات مع جدي ميرنر والحاج نبي كايتا وكثير الاصابات الكنتارا. لكن كالعاده ليفربول بعد ما بيبدا الموسم قوي جدا ويعمل صفقه في الاول كبيره يبدا يسكت ويسوء الهدوء وما تعرفش ليفربول بيروح فين. اخبار كتير واشاعات كتير، بس في النهايه ليفربول ما بيخلصش شيء علشان يكسر الصمت ويروح يورجن كلوب على سوقه المفضل اوروبيا نادي لايبزيج الالماني ويجيب منه الموهبه المجريه دومينيك سوبوسلاي ويكسر الشرط الجزائي بتاعه المقدر ب 70 مليون يورو ويجيبه لاعب خط وسط موهوب مهاجم وبيجيب اللاعب على الجناح الايسر في نفس مركز محمد صلاح. هنشوف ايه اللي هيقدر يعمله يورجن كلوب بعد كده، لان انا مش شايف اي جديد على يورجن كلوب. بيحاول في اشاعات وفي حاجات بيطلع ليفربول، لكن في النهايه ما بنشوفش اي مفاوضات ولا اي اخبار مسربه حتى عن ليفربول ان هو بيحاول يجيب اي شيء. في سوء اداء دفاعي محتاج تدعيم دفاعي ومحتاج تدعيم الجبهه اليمنى اللي طلع منها الكسندر ارنولد ودخله نص الملعب عشان سوء اداؤه الدفاعي. محتاج مهاجم مخلص بعد ما ساب فيرمينيو، لكن كل ده مش عارفين ايه اللي بيحصل في ليفربول لحد لما تجيلنا اخبار جديده من ليفربول. نسيب ليفربول ونطير على السيتي. السيتي نفس النظام، هو هدوء جدا. الحاج جوارديولا كان عندنا في مصر شغال في ابو الهول والاهرامات وابو سمبل واسوان والاقصر وبط ووز ودلع، لكن ايه ده معلم هو هيسيب المانشستر سيتي ويمشي يتفسح كده؟ لا طبعا، كان حاطط اهداف ليه. اول شيء عوض جندوجان باللاعب
كوفازيتش من نادي تشيلسي بمبلغ 25 مليون زائد 5 اضافات. لاعب كويس جدا من ايام ما كان في ريال مدريد، كنت بشوف ان هو لاعب موهوب وكويس جدا، بيقدر يجري بالكوره بسرعه جدا وبيجيد الاختراقات، وفي نفس الوقت رجليه كويسه على المرمى. هنشوف الايام اللي جايه هيقدر يعوض جوندوجان في نص ملعب مانشستر سيتي زي ما جوارديولا عايز ولا لا. وعموما جوارديولا بيعمل من التراب ذهب، فده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. تاني شيء، في اخبار طالعه من الصحفي الموثوق فابريسيو رومانو ان السيتي بيحاول يوصل لحل مع نادي لايبزيج الالماني علشان يجيب منه المدافع جفارديول، المدافع الكرواتي اللي احنا شفناه اداؤه في الايام الاخيره مع كرواتيا كان عامل ازاي، مطلوب فيه من نادي لايبزيج 100 مليون. هل هيقدر السيتي يدفع ال 100 مليون ويخلصه ولا هيشوف الثمن ده كبير؟ ده اللي هنشوفه الايام اللي جايه. ودي كانت اخر اخبار السيتي داخل سوق الانتقالات على الغريم مانشستر يونايتد اللي بدا يلعب في الطريق الصحيح مع مدربه إريك تين هاج، وبدا الصيف باخبار رحيل سابيتزر لانتهاء الاعاره وعدم الرغبه في الشراء. وكذلك المهاجم الهولندي ويجرست اللي معرفش جه في ايه اصلا ومشي في ايه، ورحيل المدافع فيل جونز ولاعب الوسط البرازيلي فريد. وبدات اول صفقه رسميه لمانشستر يونايتد كانت لاعب نادي تشيلسي والمنتخب الانجليزي ميسون ماونت بصفقه بلغت قيمتها 55 مليون زائد 5 اضافات. اللاعب المميز في دور الاداء الهجومي زائد صناعه اللعب علشان يكون اضافه مميزه بجانب اللاعب برونو فرنانديز. ومع رحيل ديفيد دخيا عن مانشستر يونايتد بعد 12 سنه بدات اخبار تفاوض مانشستر يونايتد مع نادي الانتر على الحارس الكاميروني اندريا اونانا. مانشستر يونايتد في الصيف الحالي كان اللاعب سفيان امرابط لاعب المنتخب المغربي ونادي فيورنتينا، لكن في النهايه طلعت اداره فيورنتينا ونفت كل الاخبار المتداوله عن تفاوض مانشستر يونايتد على اللاعب او نادي حتى برشلونه، وقالت لو في عروض رسميه اكيد هندرسها وما عندناش مشكله ان احنا نبيع اللاعب. كل دي كانت اخبار مانشستر يونايتد في موسم الانتقالات الحالي بانتظار ساعات الحسم قبل الموسم التحضيري. نجري بسرعه نشوف ايه اللي بيحصل في تشيلسي. تشيلسي تعاقد اخيرا مع مدرب الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وبدا اول شيء عنده وشغل الشاغل ان هو يعيد بناء وهيكله الفريق من الداخل، وبدات برحيل كل من خالد كوليبالي للهلال السعودي وادوار مندي للاهلي السعودي ونجوري كانتي للاهلي السعودي وكاي هافرتز للارسنال الانجليزي، وميسون ماونت راح لمانشستر يونايتد الانجليزي، واسبري كونتا طلع في انتقال مجاني لاتلتيكو مدريد، وماتيو كوفازيتش راح لمانشستر سيتي، وروبن لوفتشيك وبوليسيتش طلعوا على الميلان الايطالي. وسط اخبار من رغبه حكيم زياش في الخروج من نادي تشيلسي. وصل اللاعب نكونكو اللي كانوا مخلصينه من لايبزيج الالماني الشتاء اللي فات ب 52 مليون، واتم التعاقد مع مهاجم نيكولاس جاكسون من فياريال مقابل 37 مليون، واخيرا لاعب سانتوس البرازيل الموهبه الشابه انجليو مقابل 15 مليون. ما زال هناك تفاوض مع نادي برايتون الانجليزي على اللاعب موسيس كايسيدو اللي وصل اخر عرض لتشيلسي 80 مليون استرليني، لكن لسه برايتون متمسك باللاعب. هنشوف الايام اللي جايه ممكن يحصل ايه في مفاوضات تشيلسي مع اللاعب موسيس كايسيدو. ومن هنا نجري بسرعه على اخر نادي من التوب 6 والمشتعل بسبب مشكله هاري كين، نادي توتنهام. دانيال ليفي طلع عين مشجعين نادي توتنهام وهاري كين، ولسان حال هاري كين بقى بيتكلم نفسه يقول طب هنجيب مدرب زي الناس؟ لا. طب هنجيب صفقات عشان ننافس؟ لا. طب هرحل على النادي؟ الراجل مش عايز يسيبني. يا عم حرام عليك، قرفت الراجل وقربت تجننه. دانيال ليفي راح جاب مدرب لنا اول مره نسمع اسمه، المدرب اسمه انج بوستكوتوغلو، المدرب اللي فاز مع سيلتيك الاسكتلندي بالدوري الموسم اللي فات. وراح بعد كده فعل خيار الشراء للاعب كوزوفسكي من نادي يوفنتوس الايطالي، وخيار الشراء للاعب بيدرو بورو من نادي بورتو، وبعدين راح اشترى حارس امبولي اللي كان ليه بوتنشن عالي حسب الاخبار اللي طالعه من ايطاليا، وكان هدف لانتر ميلان الايطالي ونادي يوفنتوس الحارس فاريكو. واستفاد من قوانين الفيفا بخصوص اللاعبين اللي في مناطق الحرب، وتعاقد مع اللاعب مورونو سالمون من نادي شختار الاوكراني. حسنت الموسم اللي عملها دانيال ليفي لتوتنهام هي استخدام اللاعب ماديسون من نادي ليستر سيتي الهابط حديثا لدوري الدرجه الثانيه بمبلغ 40 مليون بعد منافسه مع نادي نيوكاسل. اللي انا مش عارف ماديسون
ليه ساب نيوكاسل ومشروع نيوكاسل والمشاركه في دوري ابطال اوروبا واختار ان هو يلعب مع نوتنغهام، رغم ان انا مش شايف لهم مشروع ولا اي حاجه باينه ليهم على ارض الواقع. حتى نجومهم عايزه تسيب النادي. هاري كين خلاص قاب قوسين او ادنى من الخروج من النادي، الراجل زهق من النادي وشايف ان مفيش صفقات هتساعده على تحقيق حلمه بالمنافسه على الدوري الانجليزي ولا اي بطوله في ظل تدعيمات المنافسين والصفقات اللي بيعملوها. عشان كده هتفضل رغبه هاري كين في الصيف ده ان هو يرحل عن النادي. بس متعنت جدا في المفاوضات مع الانديه الانجليزيه اللي بترغب في ضم هاري كين، وده اللي بيحط هاري كين في مأزق حقيقي، لان حلم هاري كين ان هو يحطم رقم ألان شيرر الهداف التاريخي للدوري الانجليزي، ومع اقتراب الحلم ده من التحقيق بيواجهه تعنت من دانيال ليفي اللي مش عايز يبيع هاري كين لاي فريق من فرق الدوري الانجليزي. ومفيش غير فريق واحد دلوقتي بيقاتل على هاري كين، هو نادي بايرن ميونخ اللي مقدم عرض بقيمه 80 مليون يورو زائد 10 اضافات. المبلغ كبير. هل هيسيب هاري كين انجلترا ويروح للبايرن ويترك حلمه خلفه على امل الرجوع من جديد وتحقيقه؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. لحد هنا حلقتنا في اخبار التوب 6 في الدوري الانجليزي. انزلوا دوسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد من اول باول. سلام.